حسام الفد كيتصرف كأنه اكتشف نمط سلوكي جديد سماه التهرقاويت. التهرقاوي هو واحد النعت، واحد المويطه بعد هذه المداخله اللي فيها 20 دقيقه خدع عليها 20 مليون سنتيم من ميزانيه المعرض، يعني مليون دقيقه. كنعتبروا سوسيولوجي ماشي قدح. نهار قلتو تكلمت على هذا الفرق بين ما سبقته اجيال من المثقفين وعلى راسهم الدكتور مصطفى حجازي في الكتاب ديالو الشهير التخلف الاجتماعي مدخل الى سيكولوجيا الانسان المقهور. حجازي فكك ظاهره القهر الاجتماعي والنفسي بعمق، ربطها مباشره بضغط السلطه القاهره اللي كتصنع الانسان المقهور وكتولد التخلف ولا مسؤوليه. بدل ان يعيد تطوير الافكار القديمه وينطقها بالدارجه باش يضحك الناس، كان بامكان حسن فد بالفن ديالو الكوميدي الشعبي الواسع ان يستخدم السخريه ديالو باش يوعي الجمهور بجذور المشكله الحقيقيه، ضغط السلطه والقهر المؤسساتي، ويفضح اليه الاستبداد. لكنه اختار الطريق الاسهل والاكثر امانا، ولا كيركز على الاعراض وكيستهزئ بالشعب بطريقه ما كتخلقش شي صراع حقيقي مع النخبه الحاكمه او المؤسسات، وفي الوقت نفسه مدير جدا للشهره والاشعار والربح. يبيع التهرقاويت كوميديا يستفد منها وكيجي كيحابر عنها كمفك.